السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو اليوم خبزة البرجر كيف نديروها في البيت بصدق. النتيجة ممتازة، شكل وطعم خفيفة زي الريشة. نتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش أي جديد نديره يوصلكم، والاشتراك في صفحتين ماي كيتشن على الانستغرام وماي كيتشن على الفيسبوك. واكيد نرحب بالمشتركين جدد، ونتمنى تلقوا ما يفيدكم في القناة، ونتمنى منكم لو أعجبكم الفيديو إنكم أنتوا تديروا لايك. نجولي خطوات الطريقة. أول حاجة نديروا المحسن. بصدق المحسن يفرق معاكم في الأنواع المخبوزات بصفة عامة. حطيت هنا نص كوب من دقيق، عليهم كوب من المية، وحطيتهم على النار وطيبتهم إلى غاية ما ولا القوام متاعنا كريمي. ضروري في الأول ندوبوه كويس دقيق على البارد، وبعدين نحطوه على النار. نستمر في التحريك إلى غاية ما نتحصلوا عليه القوام هذا. خليته على جنب إلى غاية ما يولي بدرجة حرارة الغرفة. خديت هني زوز كواشيك كبار أو حوالي 15 جرام من الخميرة، حطيتهم في وعاء مفصول، وضفت عليه حوالي كوب من المية الدافية وكوب من الحليب، وحطيت عليهم زوز كواشيك كبار من السكر. دوبتهم كويس وخليتهم على جنب إلى غاية ما اتفاعلت معنا الخميرة. بالمجمل العام أنا استخدمت السوائل حوالي 600 ملي، يعني نص الكمية حليب ونص الكمية من المية. هنكتبهم لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبة للسوائل طبعا تفرق معانا في على حسب نوع الدقيق. حطيت نص الكمية مع الخميرة، والنص الكمية هنضيفها في المرحلة الثانية. طبعا يعني هنا هذا الوعاء متاع العجانة حطيت فيه كمية السوائل اللي درناهم مع الخميرة، وحنضيف لهم خليط بين مية وحليب. زي ما قلت لكم إجمالا استخدمت 600 ملي. حطيت عليهم دحية. ضفت لي الدحية حوالي كشيك صغير من الخل، حتى باش يخلي الزفار يختفي من العجينة. دمجت المكونات مع بعضها، وبعدين ضفت لهم كيلو دقيق. بالنسبة للدقيق أنا استخدمت هنا دقيق متعدد الاستخدامات، أو تستخدموا دقيق المخبوزات. شوفوا اللي متوفر عندكم تقدروا تستخدموه. مباشرة بعد ما ضفت الدقيق، طبعا الدقيق احنا هنا عندنا مغربل، حطيت عليهم حوالي كشيك كبير ممسوح من الملح، وضفت لهم حوالي ظرف من البيكنج باودر. عجنتهم طبعا في العجانة. لو العجانة مش متوفرة عندكم تعجنوهم باليد. احنا بالنسبة للعجانة توفر لنا الجهد والوقت. لو بتعجنوا بالعجانة حوالي 10 دقايق، لو بتعجنوا بيديكم حتى ربع ساعة. احنا لازم العجينة تنخدم كويس. في نص العجن طبعا أنا هنا حنضيف المحسن اللي درناه مع بعض، وبعدين حنضيف حوالي كشيك كبير من الزبدة أو كشيك ونص من الزبدة، طبعا بدرجة حرارة الغرفة. ونخلي العجينة تكمل شغلها إلى غاية ما تنخدم معانا كويس. بمجرد ما خلاص نكمل هنا العجن، ناخد صينية نحط فيها كمية صغيرة من الزيت، ندهنها كويس، وبعدين نحط فيها العجينة، نجمعها في الصينية ونخليها تتخمر. طبعا هذا على حسب حرارة الغرفة اللي فيها. طبعا لو كان في الصيف أكيد هتفرق بالنسبة للوقت على أيام الشتاء. عموما احنا نخلو حجمها يتضاعف. بمجرد ما يتضاعف حجمها نبدو في عملية الشغل. لفيتها بالبلاستيك الغذائي. بعدين طبعا بعد ما اتخمرت رجعت لها. بمجرد ما يتضاعف زي ما قلت لكم حجمها، خلاص نبدأ في الشغل فيها. أول حاجة نطلع منها الهوام، وبعدين نبي نقسمها لكور. طبعا المقدار هذا طلع لي بالضبط حوالي 12 القرصة، يعني درت بيها 12 البرجر.
بالنسبة للحجم لو انتوا حابين يكون حجم واحد ومتساوي تقدروا هنا تستخدموا الميزان حتى باش يكون الحجم واحد. طبعا العجينة مش حتكون يابسة، حتكون شوية رخوة، حتكون تتلصق في اليد. أنا يفضل إن احنا ما نستخدموش هنا الدقيق. لو انتوا حابين استعينوا بكمية صغيرة من الزيت، بس حاولوا انكم انتوا تدهنوا أطراف الصوابع متاعكم وبعدين اتعاملوا مع العجينة. كورتهم، حاولت اني اني نجمع العجينة من برا للداخل تجميع، وبعدين كورتهم بالشكل اللي قدامكم وحطيتهم في طاجين. حاولت اني اني نخلي مسافات بين كل قرصة والتانية. حطيت ورقة زبدة تحتهم، لو مش متوفرة عندكم ورقة الزبدة دهنة خفيفة من الزيت أو حتى ترشوا شوية دقيق. طبعا بما إن زي ما قلت لكم عجينتنا رطبة، أخديت الزيت ودهنت أطراف صوابعي ونزلت عليه القرصة من فوق، ما خليتهاش تكون مكورة تكوير. وبعد الخطوة هذه نخليها ترتاح. بالنسبة لوقت الراحة متاعها في المرحلة هذه مش أقل من ربع ساعة لو المكان دافي، ولو الوقت يكون بارد حاولوا إنكم تخلوها نص ساعة أو ساعة إلا ربع. بعد ما ارتاحت معانا العجينة أنا هنا خديت حوالي أقل من ربع كوب من الحليب، وضفت له حوالي ملعقتين أو 3 من الشربات. لو مش متوفر عندكم الشربات ضيفوا للحليب حوالي كشيك كبير أو ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات العادي. ندوبوهم كويس مع بعض وبعدين نجو ندهنوا العجينة بعد ما ارتاحت. في الوقت هذا نولع الفرن. في حالة الفرن متاعكم سخون هلبة أو يسخن هلبة ديروا درجة الحرارة متاع 180. في حالة إنه هو نارة معقولة يعني مش سخون هلبة نديروا نوصلوه حتى لل190. نخلوه طبعا يسخن شوية. نجي هنا ندهن طبعا وجه العجينة كلها، لكن حاولوا انكم انتوا تدهنوها بضغطة خفيفة لان العجينة متاعنا هلبة هشة. ورشيت عليه سمسم، تقدروا ترشوا عليه حبة البركة أو تخلوه حتى من غير حاجة، يعني تدهنوه دهنة وخلاص. مباشرة نحطها في الفرن إلى غاية ما تطيب معنا الخبزة. طبعا تنتفخ وتتحمر وهي سخونة. عندي هنا كمية صغيرة من الزبدة. طبعا هذه الزبدة يعني تعتبر بدرجة حرارة الغرفة عادي، يعني حتى لو حابين انكم انتوا الزبدة تذوبوها في ميكروويف ما فيش مشكلة. ندهن الخبزة كلها اللي عندي بالزبدة. الخطوة هذه لو انتم مش حابين تديروها تقدروا تستغنوا عليها، لكن هي تعطيها لمعة ونكهة حلوة. هذه طبعا خبزة البرجر. إن شاء الله تكون الطريقة هذه تعجبكم. أنا دايرتها في مرة سابقة بطريقة غير. لو حابين تشوفوا الطريقة حنحطها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف، أو نحطها في الفيديوهات المقترحات اللي بيكونوا أعلى الفيديو الناس اللي حيتابعوني على اليوتيوب. إن شاء الله الفيديو يكون فادكم، ونتمنى دعمكم في القناة والصفحة. لو لقيتوا المحتوى اللي أنا نقدم فيه يستاهل الدعم. شكرا لكل من يتابع فيا، شكرا لكل من يشير في الفيديوهات. نتمنى فعلا انكم انتوا توصلوا الفيديو هذا للايكات، عدد كبير من اللايكات، ويا ريت تعلقوا لان هذا حينفع الفيديو انه هو يكون مقترح للناس التانية. ان شاء الله يومكم طيب. حنخليكم مع التعليقات اللي تجيني على القناة، والسلام عليكم.